في وادي كولكا في بيرو ممكن تشوف واحد من أكبر الطيور اللي بتطير في العالم. الطائر ده حجمه ضخم وطول جسمه يوصل لمتر ونص، وجناحاته ممكن تمتد لأكتر من 3.2 متر. لو عندك حظ ممكن تلاقيه واقف على صخرة قريب منك. وفي بعض الأماكن السياحية الطيور دي بتبقى متعودة على الناس، وفي ناس بتستغل الموقف وتقرب منهم عشان تتصور. بس دي مش الطيور البرية الأصلية، دي غالبا طيور شبه مروضة. كوندور مش بيصطاد زي الصقور، أغلب أكله من الحيوانات الميتة، يعني بيشتغل زبال للطبيعة. ورغم حجمه الضخم بيقدر يطير لمسافات وارتفاعات خرافية، بيوصل لحد 5500 متر فوق سطح البحر. بعض الناس بتحكي ان هو لما بيتم انقاذ الكندور ويرجعوه للطبيعة بيبص لورا كأنه بيقول للناس شكرا. بس الحقيقة ان هو مش بيشكر ولا حاجة، هو بس مش بيعرف يطير من الارض المسطحة بسهولة بسبب وزنه الكبير اللي بيوصل ل 13 كيلو، فبيبقى مستني الهوا يرفعه. هل حد فيكم شاف الطائر ده في الطبيعة قبل كده؟ قول لي في الكومنتات. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.